عزيزي المشجع الجميل، في 3 مواقف حصلوا أثناء وبعد مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش واللي كسبها النادي الأهلي 4-0. مواقف كده يعني في منهم مواقف تنرفزك وتضايقك وتعصبك، وفي موقف فيهم يدل على الرقي والأخلاق. ايه هم ال3 مواقف دول يا صديقي؟ أنا هقول لك عليهم، بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، لو مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في المفيد. خلينا اكلمك على الموقف الاول، وهو موقف مارسيل كولر مع الصحفيين بعد المباراه. في المؤتمر الصحفي المفروض ان انت لما تيجي تسال المدير الفني تساله اسئله مش مستفزه، اسئله محدش شايفها واسئله غير متوقعه، ده المفروض. ولكن النهارده انت متخيل ان الاهلي بيلعب كويس جدا باداء فني عالي، والحمد لله من ضمن الناس اللي انا طلعت واتكلمت على موضوع ان النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي ومارسيل كولر لازم يستغل الضربات الثابته في المباريات، لان في مباريات كتيره بتكون متقفله وما فيهاش حل غير الضربات الثابته. وبالفعل النادي الاهلي النهارده قدر انه يجيب 3 اجوان من ضربات ثابته ويستغلها استغلال ولا افضل ولا احسن من كده. يقوم بقى يطلع علينا صحفي بعد الماتش مع مارسيل كولر في المؤتمر يقول له ايه؟ هو انتوا بتتدربوا على الضربات الثابته؟ ايه السؤال ده؟ هو حضرتك بتقول ايه؟ هو المفروض يطلع يرد عليك ايه؟ ما هو طبيعي لازم يقول لك ان انا بتدرب على الضربات الثابته. هو ايه يعني؟ لازم هيقول لك ايه؟ هيقول لك انها بتيجي معايا كده هلهلي بالكوسه ولا بالحظ؟ طبيعي يا جدعان، طبيعي يا جدعان. فبلاش العبثيه دي ونسال اسئله تكون في محلها شويه، لا اسال اسئله فيها رزانه اكتر من كده، مش كده ولا ايه؟ اما بقى الموقف الثاني وهو موقف طاهر محمد طاهر بعد احرازه الهدف الاول، وراح بيعمل للكاميرا كده هوس، انت بتعمل يمين كده وسوسته واقفل بقك والكلام ده. يا كباتن ما ينفعش كده. وهنا كلامي مش لطاهر بس، لكل اللعيبه. اي حد بينتقدك ده حق الجمهور عليه. ان انا طالع، مش انا كبلال يعني، انا كمشجع شايفك ان انت ادائك وحش، اطلع اقول ان انت ادائك وحش، ده طبيعي جدا. انت بقى ترد عليا ايه؟ ولا تقول لي هص، ولا تقول لي سكتم، ولا تقول لي بكتم، ولا تعمل لي كده، ولا الكلام ده كله. رد عليا بمجهودك وادائك داخل الملعب، رد عليا بثبات مستواك. ثبات مستواك ده مهم جدا. طاهر محمد طاهر في مطوشه كتيره بيطلع بيك ونخرج نقول ده لاعب عالمي، وماتش تاني انا ما بشوفكش خالص. النهارده اي نعم سجلت هدف وعملت اسيست وضيعت ضربه جزاء بطريقه غريبه وعجيبه، ولكن في المجمل ادائك النهارده كان مرضي تماما. لكن مش معنى ذلك ان انت مع اول اداء حلو تطلع تقول لي كده وسوسته وبقك واكتم والكلام ده. لا ما ينفعش تماما. لازما كل لاعب داخل النادي الاهلي ادائك هو اللي يرد على الناس، ادائك هو اللي يرد على منتقديك، ادائك واستمراريتك. استمراريتك دي مهمه جدا، انك ما تلعبليش ماتش تطلع تقول لي هص وسكتم وبكتم وبعد كده ما لاقكش خالص وتختفي. لازما تستمر في نفس المستوى ونفس العطاء، عشان بعد كده انت تسكتني وانا اللي هطلع اشيد بيك. والله ما تقلقش، انا كمشجع يعني انا هطلع اشيد بيك، لان اي لاعب داخل الملعب بيأدي اللي عليه وبيطلع عامل اللي عليه وزياده، مفيش حد هيستخسر فيه الكلمه الحلوه خالص، وهيتشال فوق الراس وهيتنجم وكل اللي انت عاوز تقوله. هتلعب وحش ومستواك هيكون وحش، محدش هيشوفك. ودي لكل اللعيبه مش لطاهر بس. اما بقى الموقف الثالث وهو موقف انساني، موقف بصراحه يدل على ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه بينها وبين بعض محترمه جدا، لعيبه خايفه على بعض، لعيبه بترفع من معنويات بعض، الا وهو رجل المباراه. رجل المباراه مباراه الاهلي وطلائع الجيش مين؟ هتقول لي طاهر محمد طاهر، صح؟ اقول لك لا، رجل المباراه هو عمرو السوليه. ولكن عمرو السوليه اتنازل للجائزه لطاهر محمد طاهر فقط عشان خاطر يرفع من روحه المعنويه، فقط عشان ضربه الجزاء اللي ضيعها، وفقط عشان الاداء. وهم حاسين ان هو مضغوط ومش عارف ايه وعاوز يعمل حاجه، ويا عيني تحس ان هو مش قادر والكلام ده كله. فعمرو السوليه تنازل عن رجل المباراه لطاهر محمد طاهر عشان يرفع له معنوياته ويديله الثقه في اللي جاي ويبني على الكلام ده. وبصراحه موقف جامد جدا، موقف يدل على اخلاق ورقي عمرو السوليه. تكرم يا ابو ليلى، مش كده ولا ايه؟ اما بقى النقطه الاخيره وهي وسام ابو علي. وسام ابو علي بصراحه لازم نتكلم عليه ونديله حق. مهاجم بمعنى الكلمه، مهاجم بصراحه ربنا يا ابني يحفظك من الاصابات. مهاجم محطه كويسه جدا لما بيشتغل شغل محطه، لمساته لمسات دقيقه، وانهائه للهجمه بينهيها بشكل صحيح جدا. وسام ابو علي حرفيا هو مهاجم بمعنى الكلمه، مهاجم بقالنا كتير جدا ما شفناش مهاجم اجنبي بيجي بالشكل ده وبيتاقلم بالسرعه دي مع الفريق. ربنا يا ابني يحميك من الاصابات. ومهاجم لازما من دلوقتي ان مارسيل كولر يبني عليه خطته، ولازما يهيئ له الاجنحه والاطراف ان هم يساعدوه بشكل كويس جدا. شفنا النهارده طاهر محمد طاهر لما لعب له الكره مظبوط وبالمسطره، هو السهل الممتنع على طول جون. ايضا
في اكتر من جون هو جابه بنفس الطريقه. الراجل بيلعب السهل الممتنع، ولا بيتفزلك ولا بيعمل عليه. هو شغلتك ايه؟ بجيب اهداف. فانت من هنا ورايح عندك الاجنحه بتاعتك وصانع اللعب داخل الفريق لازما يلعب عليه بشكل كويس جدا، ولازما مفيش حد يأنن. وهنا في لعيبه بتأنن ولعيبه بتكون عايزه تاخد السكسيه كده لوحدها. لازما في مواقف ما ينفعش فيها التأنين خالص. هنا انا بتكلم بالمغطي، لكن لو كده لو طولت هطلع اقول اللعيبه دي، ولكن لازما كل اللعيبه تخدم الراجل ده بصراحه علشان يجيب اهداف. ان شاء الله باذن الله لو لعبنا كويس وخدمنا الراجل ده والاجنحه وصناع اللعب عندنا قدروا فعلا يوصلوا له الكره بشكل سليم وشكل جيد، وسام ابو علي ان شاء الله من الموسم القادم هيكون هداف النادي الاهلي، بل وهداف الدوري لو امكن. انت بقى يا صديقي رايك ايه؟ ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو. لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس. بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.